النهاردة هاعمل معاكم حلو بارد سهل وخفيف قوي. مش هنحتاج فيه ولا كريمة ولا بيض ولا حتى فرن. هنعمله من 3 طبقات بسيطة: جيلي وبسكوت وفي وسطهم طبقة من المهلبية. بس مش أي مهلبية، لا دي مهلبية كريمية وناعمة وخفيفة وبتدوب في البق. مش هتلاقوها متماسكة كده وانتوا بتاكلوها، لا خالص، طعمها بيبقى حلو قوي. الوصفة دي ما بتاخدش وقت في تحضيرها، الوقت كله هيبقى في التلاجة على بال ما تتماسك شوية. يلا بينا نعملها على طول. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا جيهان عزب. إذا كنتم جداد على القناة يسعدني اشتراككم ووجودكم معايا فيها. أول حاجة هنعملها هنجهز الصينية. هنجيب شوية من البسكوت وشوية لبن. استعملوا أي نوع بسكوت متوفر عندكم، سليم أو حتى مكسر مش هتفرق. هنحطه في اللبن ونرصه في الصينية على طول. وهنعمل طبقتين من البسكوت عشان طبقة البسكوت يبقى ليها سمك شوية. ولو عندكم بواقي كيك أو كيك نشف ومحدش هياكله، تقدروا تحطوه بدل البسكوت ده، وترشوا عليه شوية لبن صغيرين عشان بس يطرى شوية. هنسيب بقى البسكوت على جنب ونجهز أول طبقة. هنجيب 4 كوبايات من الحليب. الصينية دي حجمها كبير شوية وارتفاعها كمان عالي. لو هتعملوها في صينية أصغر ممكن تقللوا المكونات كلها. وهنضيف على الحليب 4 أو 5 معالق كبار من السكر. كمية السكر دي معقولة، لو عايزين تزودوا أكتر براحتكم. وهنحط كمان معلقتين كبار مليانين من النشا و5 معالق كبار مليانين من الدقيق. دول بقى اللي هيدوا المهلبية قوام خفيف، ما تبقاش كلها نشا وتلاقوها تقيلة وماسكة كده واحنا بناكلها. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه الأول على البارد، المكونات كلها تدوب كويس قوي. وبعدين هنرفعها على النار مع التقليب. مش هنوقف تقليب خالص عشان ما نلاقيهاش عملت كتل. ونهدي بقى النار عليها عشان عايزين الدقيق يستوي كويس، فمش عايزينها تغلي بسرعة. شوية وهتلاقوا القوام بدأ يتقل بالشكل ده. عايزين بقى نعزز الطعم شوية ونديها قوام كريمي حلو. قبل ما نقفل على طول هنضيف معلقتين أو 3 كبار من القشطة اللي هي بتاعت وش اللبن، أو معلقتين كبار من الزبدة. بيودوا بقى المهلبية دي في حتة تانية خالص. وهنحط معلقة صغيرة من الفانيليا ونقفل على طول. وناخدها من على النار على البسكوت على طول. ونوزعها في الصينية ونفردها كويس، بس بسرعة عشان هي بتتمسك على طول. وكان عندي كمان شوية من البسكوت المكسر والمفتفت، حطيته عليها وهي سخنة كده عشان يمسك فيها. طبقة البسكوت دي مع طبقة الجيلي اللي هنحطها عليه بتدي للجيلي طعم حلو قوي. ممكن بعد المهلبية ما تبرد خالص تحطوا قطع من الفاكهة، فراولة أو موز، بيبقى طعمه حلو قوي كمان معاه. هنسيب بقى الصينية على جنب تبرد خالص، وبعدين نبتدي نجهز طبقة الجيلي. هي بسرعة بتلاقيها تماسكت، يعني ممكن بعد ربع ساعة كده ولا حاجة نبتدي نجهز الجيلي على طول. هنجيب كوبايتين من المية السخنة، عايزينها تكون سخنة بتغلي. وهنحط فيها 3 أكياس من الجيلي ونقلبهم على طول لحد ما يدوبوا كلهم كويس قوي. كل كيس من الأكياس دي بيحتاج لكوبايتين من المية. أنا هنقص من الكوبايتين دول نص كوباية عشان يبقى قوامها أتقل وطعمها مركز كمان شوية. شوفوا بقى العلبة مكتوب عليها الكمية قد إيه ونقصوا منها. إحنا هنستعمل 3 أكياس، هنحط عليهم 4 كوبايات ونص من المية. حطيت في الأول كوبايتين من المية السخنة، وهنحط دلوقتي كوبايتين ونص من المية الساقعة المتلجة عشان يبرد معانا بسرعة. نقلب بقى الجيلي مع بعضه كله ونضيف في الصينية على طول. بعد ما تكون طبعا المهلبية بردت تماما وبقت متماسكة، نزلوه بالراحة كده على معلقة عشان ينزل خفيف في الصينية وما يعملش فتحات في المهلبية، وتلاقوا الألوان كلها دخلت في بعضها. ناخدها بقى ونحطها في التلاجة ونسيبها لحد ما طبقة الجيلي دي تبقى متماسكة تماما. ممكن تعملوه من بالليل وتسيبوه لتاني يوم، أو تعملوه الصبح بدري مثلا وتقدموه على بالليل. ممكن كمان تزينوها من على الوش بقطع من الفراولة، بتدي شكل حلو قوي في التقديم. بصوا بقى القوام حلو ازاي، ناعم وكريمي. الطبقات كلها مع بعضها طعمها حلو جدا، وبتنزل ترطب كده على قلب الواحد. جربوها هتعجبكم جدا، وبألف هنا على قلوبكم مقدما.